صباح الخير يلي معانا، ازيكم؟ عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بقى، بصوا هنفتح الشبابيك وندخل الشمس وهنقعد نذاكر كده ببال رايق. يلا يا واد ويلا يا بت، كوبايه قهوه في سنتريك كده وهنقعد نشربها واحنا بنذاكر. متشربوش القهوه، هاتوا نسكافيه، بس ايه يعني بلاش الحاجات المقاطعه. تمام، في بدايل كتير دلوقتي. اعملوا كوبايه كاكاو، هو الكاكاو حلو، اعملوا كاكاو. يلا بينا كده. هنجيب، عايزه اقول لكم ان انا كنت بحضر الحاجات اللي انا هذاكر فيها ولقيت فيها ملازم من بتاعه ثانوي، اللي هو كل اعوذ برب الفلق، امشي امشي امشي، ما بحبكوش بجد والله. لقيت فيهم ملازم كيمياء، يعني الملزمه اللي على الوش دي كيمياء، فاللي هو الواحد يعني ايه، امشوا انصرفوا انصرفوا. المهم ايه، غيرت بقى زاويه التصوير كده وقعدنا. عايزه اقول لكم ان انا يعني انا الترم ده مرحرحه كده ومراكماه، مع ان انا قلت انا الترم ده بهجة تاني خالص وهنلم الدنيا اول باول وبتاع. فيش الكلام ده يا باشا، فيش. احنا على طول كده مراكمين. انا راكمت اول اسبوعين. المهم يا ولاد خالتي، عشان انتوا ايه حبايبي، انا قلت هذاكر معاكم وهنزلكوا فيديو، بما ان انتوا يعني غلابه زي حالاتي وعايزين اللي يشجعكم، وانا بتشجع لما بصور. المهم ايه، عايزه اقول لكم ان كتاب الانجليزي ده بقى اول ما جبته، طبعا الكتب كلها نزلت، فانا ايه فتحت الجزء اللي هو المفروض بقى الكتاب بيتفتح من الشمال، فانا فتحته لقيت لك ايه، خير اللهم اجعله خير، الكتاب كله بالانجليزي. ماشي، انا كده كده عارفه ان الترم ده هيبقى يعني المواد كلها انجلش، فاللي هو حلو. ماشي يا ولاد، قوم ايه بقى مش فاهم، فقمت قافل الكتاب تاني. قوم ايه جيت امبارح الصبح نويت كده والنية لله، قلت انا هفتح ابص الكتب دي بتقول ايه. فتحتها يا اختي شوية، لقيت لك ايه، الكتاب من ورا كده في حوالي 50 60 70 صفحة كلمات. ايه ده؟ هو انت فيك كلمات ومخبي عليا؟ طب ما تقول لي يا ابني، ده انا الكلمات دي لعبتش كده، يعني ادوني كلمات. انا احب احفظ الكلمات الانجليزي او احب اذاكر الانجليزي قوي. المهم ايه اختي نشوهية انا مش عارفه انا بتكلم كده ليه، بس يعني ايه، يلا مش مهم، هنتقبل بعضينا عشان احنا اخوات وعادي. عادي، انا قلبت على فواتح بس قشطه. المهم بدأت كده ايه يا اختي نشوهية اجيب الكتاب وحدد بقى ايه اللي انا حافظاه نحدده واللي مش حافظاه نسيبه، لحد اما لقيت نفسي كده بسم الله ما شاء الله حافظه 4 كلمات من اول صفحه. فقلت ايه زي الفل وماله، احنا نبدأ بقى. فبدأت كده ايه، كتبت الكلمة وبتاع وبدأت احفظها. بعد كده شتت نفسي بقى، قلت طب ما انا ابص على مادة تانية، فده غلط بقى. احنا لما نيجي نذاكر نركز على مادة واحدة احنا هنذاكرها، يعني مثلا هتذاكروا فيزياء يبقى ما ذاكرش الفيزياء وبص على الكيمياء. انا بقى كان عندي ايه، بذاكر الانجليزي وفتحت العملي بشوف الزيارة وكده اللي عندي الجاية عن ايه وبحضر لها يعني. طب ما يا بنتي ذاكري الانجليزي الاول، هو تخلف مش عارفه. المهم بدأت كده ان انا ايه، خير اللهم اجعله خير، احفظ. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، هبقى انزل لكم فيديو شورتس عن طريقه الحفظ دي، لان انا اكتشفت حاجه مهمه جدا. فانا هبقى انزل لكم فيديو شورتس ان شاء الله هصوره النهارده بالليل او بكره الصبح يعني، وهنزله لكم على القناه علشان ده خطأ فادح احنا كنا بنعمله. المهم ايه، قعدت كده ان انا الحمد لله احفظ وبتاع. وبعد كده ايه، لقيتني حفظت كام كلمة وبتاع، واللي هو قلت ايه انا هقسمهم بقى كل يوم مثلا ايه اخد 10 كلمات. فانا كنت حافظة 3 فكان بقى عليهم 7، فقلت ايه خلاص حفظت ال7 قلت خلاص بقى. وبعدين فتحت الكتاب التدريب، كنت بشوف، كنت بملى فيه بيانات يعني، لان الكتب عندنا كل كتاب من اوله كده بنملى، بتكتبي اسمك ورقمك ورقم السكشن بتاعك وانتي في جروب كام وكل ده. فطبعا كتبتهم. وبعد كده بقى فتحت، عايزه اقول لكم ان انا طبعا انتوا عارفين ان انا الاسبوع اللي فات او يوم الثلاث اللي فات كنت في دار ايتام، فمطلوب مني ان انا اعمل بحث عن اللي انا شفته عن دار الايتام وايه المشكلات اللي بتواجه الاطفال وازاي ان احنا نقدر نساعدهم وايه دور الاخصائي الاجتماعي في الموضوع ده. فعايزه اقول لكم ان الحاجات دي على قد ما هي بتبقى تعبة نفسيا بس بتفيد والله يا جماعة، يعني الواحد بيتعلم. ويمكن يعني الواحد
كان الاول متضايق من الكليه، بس بجد بجد الكليه حلوه وبتدرس حاجات حلوه جدا. فاللي هو انت بتدرس كل الحاجات اللي حواليك. دار الايتام الاسبوع الجاي انا رايحه دار مسنين، وعقبال عندكم كده بعد شويه كمان اسبوعين رايحه سجن، رايحه مصلحه السجون. فبصوا انا الكليه ودتني حتت عمري ما كنت اتخيل ان انا اروحها، بس قشطه يعني. ما كنتش اتخيل ان انا اروح مستشفى المجانين، رحتها يا حبايبي، رحتها الحمد لله. المهم يا اختي شويه، ايه جبتوا كشكولكم ولا لا؟ وحطيتوا لايك ولا لا؟ شكلكم ما حطيتوش لايك، انتوا ما حطيتوش لايك. حطيتوش لايك ليه بقى؟ مش انا بتعب وبصور لكم فيديوهات؟ يبقى نحط لايك ونعمل اشتراك لايه؟ لياسمين، عشان ياسمين بتتعب. قلمك الهايلايت بقى وخططي. انا احب التخطيط قوي، بحس ان انا ذاكرت كده كل ما اخطط. عارفين لما كنت احب ان انا باين ان انا مذاكره بقى، ممكن ابقى ما ذاكرتش بس ما كنتش ببقى مذاكره كتير يعني، بس كنت ببقى ذاكرت. كنت اعمل ايه؟ كنت افتح الكتب وافضل اخطط واسيب الكتاب مفتوح عشان لما يخرجوا يشوفوا ايه هايلايت كتير يقول لك البت كانت بتذاكر. انا كنت ببقى مذاكره والله بس مش كتير. بس فبعدين ايه بقى، طبعا بقى الترم ده قصير ورمضان داخل، فمش هنعرف نذاكر في رمضان، وانا اصلا خلقي ضيق من دلوقتي، وعندي امتحان يوم 24/3 يعني في اول رمضان، اصلا هيبقى في نص رمضان يعني. فاللي هو انا ساد بجد، بس اكتر حاجه مفرحاني ان رمضان جاي فين؟ رمضان جاي، فانا مبسوطه. بس كده، وده الفيديو بتاع النهارده.